بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكتر حاجة بتجعلني في ذهول عندما أتفكر في الكون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لما أشاهد الكون في الليل، النجوم تتأمل في السماء، أول واحد يشوف فيلم وثائقي عن الكون وعظمة الكون واكتشافات العلماء للكون، أنا بكون في ذهول وبستحقر نفسي أمام الله سبحانه وتعالى الخالق العظيم. وبقول في نفسي كده، هل فعلا احنا كلنا بنتفكر في الكون؟ صعب ان انت تتفكر في الكون او تقرأ فيلم وثائقي عن الكون واكتشافات العلماء للكواكب والنجوم ومدى اتساع الكون والعظمة اللي لا متناهية في الكون، وتحس بنعمة ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان. يعني أنا بحس بنعمة ربنا عليا، أنا مخلوق ضعيف وربنا سبحانه وتعالى بيخاطبني وخلقني وفضلني عن جميع الخلق ده ونسبني إليه كعبد. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. ومع ذلك أغلبنا لا يقدر الله حق قدره، أغلبنا لا يشكر الله حق شكره، أغلبنا لا يعطي لله سبحانه وتعالى العظيم مقدار عظمته، مقدار العظمة التي يعني يتصف بها ربنا سبحانه وتعالى، اللي احنا صعب ان احنا نوصفها. يعني انا شايف ان صعب توصف عظمة الله سبحانه وتعالى الخالق العظيم. وده يعني كلما يتفكر الانسان في الكون هتلاقي نفسك يعني عبد فعلا بتحن لربنا سبحانه وتعالى، او هتجد نفسك مطيع لله سبحانه وتعالى، بتستحقر نفسك قدام اله عظيم، الله سبحانه وتعالى العظيم صاحب الستر والمنة والفضل على الإنسان. فأنا يعني بدعو كل إنسان أنه يتفكر في الكون. عملت فيديو صغير جدا لعل وعسى أي حد يستفاد بيه، يفكروا بعظمة الكون، بعظمة ربنا سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حق العبادة زي ما مشكور حق شكره. أتمنى أن الفيديو يعني يكون ليه صدى في أن هو يعني يذكر بالله سبحانه وتعالى. أتمنى أن أكون في الفيديو يذكر الناس بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ما لكم من
شفيع أفلا تتذكرون